الاهلي والزمالك هيلعبوا بكره ان شاء الله الساعه 8 مساء. احد الاصدقاء قابلني في المستشفى وبيقول لي احنا هنكسب بكره ان شاء الله، بغض النظر عن كونه اهلاوي او زملكاوي، لكني رديت عليه انه ده ماتش في بطوله محليه، يعني احنا ما بتفرقش معانا الحاجات دي دلوقتي. طبعا بعيد عن الهزار، مفيش حد ابدا يقدر ينكر شعبيه وقيمه وتاريخ النادي الاهلي والزمالك. محدش يقدر ينكر قيمه مباراه الاهلي والزمالك تاريخيا على مر العصور، واللي بيتابعها الناس من كل انحاء الشرق الاوسط والوطن العربي. ندخل في اخبار بيراميدز. الفريق وصل رواندا. القائمه بتاعت الفريق يعتبر كامل العدد. وليد الكارتي موجود، محمود مرعي راجع. يمكن اصابه اسامه جلال غياب غير مبرر وغير مفهوم لرمضان صبحي، محدش عارف في ايه. يمكن عبد الرحمن جوده، يعني انا ما اعرفش في ايه. الولد برضه حتى منزل بوست غريب كده على السوشيال ميديا. فالامور ان شاء الله تكون افضل حال مع عبد الرحمن جوده، ولد كويس ومدافع واعد. نيجي بعد كده لتوقعات مباراه الاهلي والزمالك. انا اتوقع انه المباراه تنتهي بالتعادل، واتمنى ان هي تنتهي بالتعادل. اتمنى يخسروا الاثنين طبعا، لكن انا اتمنى ان هو يخلص بالتعادل. التشكيل بتاع النادي الاهلي توقعي هيكون محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، وياسين مرعي، ومصطفى العش. هيلاعب مصطفى العش، انا بقول لك هيلاعب مصطفى العش. في نص الملعب هيلاعب مروان عطيه واليو ديانج، وقدامهم محمد علي بن رمضان. راس حربه هيكون جراديشار، مش هيكون محمد شريف، هيلاعب جراديشار. على اليمين محمود حسن تريزيجيه. على الشمال بقى هي دي اللي فيها التكه، هيبدا بحسين الشحات او طاهر او اشرف بن شرقي. انا في اعتقادي هيبدا باشرف بن شرقي. بالنسبه لنادي الزمالك محمد شحاته مصاب طبعا، هيبدا بيه محمد صبحي وحسام عبد المجيد والونش. على يمينهم عمر جابر، وعلى شمالهم محمود بن تايك. في نص الملعب هيلاعب نبيل دونجا وعبد الله السعيد. اعتقد ان هو هيلاعب ناصر ماهر، هيكون الثالث بتاعهم. وان كان يعني ممكن يعمل مفاجاه ويلعب احمد فتوح في نص الملعب، لان محمد شحاته مصاب. احمد ربيع لسه ما دخلش في الفورمه. في الهجوم هيكون عدي الدباغ طبعا. على يمينه هيكون اخوان الفينا، وعلى شماله هيبدا بادم كايد، مش هيبدا باللاعب الانجولي. زي ما قلت لكم اتمنى ان هي تخلص تعادل.